عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر خالد النجار محاضر اللغة الألمانية. أنا عارف إن أنا مقصر في حقكم، بس أوعدكم إن شاء الله إن في حلقات كتيرة نازلة إن شاء الله الفترة اللي جاية. عايز أقول لكم إن في آلاف الرسائل جات لنا من ناس كتيرة بتطلب موضوع النهارده. موضوع إيه النهارده ده؟ ده موضوع جميل جدا. بيحكي عن إيه؟ طيب قول لنا. ده موضوع اسمه حروف الجر المشتركة. طب بيسموها ايه بالخالد بالألماني؟ بيسموها فيكسل بغيبوزيتسيونن. اسمها ايه يا خالد؟ فيكسل بغيبوزيتسيونن. طيب يعني ايه فيكسل بغيبوزيتسيونن يا خالد؟ دي اسمها حروف الجر المشتركة. ايه ده؟ احنا عندنا حاجة اسمها حروف الجر المشتركة؟ أول مرة نسمع عن حاجة زي كده. دي اسمها حروف الجر المشتركة. سموها ليه مشتركة؟ عشان مرة بتعمل اكوزاتيف ومرة بتعمل داتيف. تمام. الناس اللي في البي اينس يخلي بالهم من الموضوع ده، عشان ده مقرر عليكم بشكل اساسي. طيب يعني ايه بقى؟ قلنا حروف الجر المشتركة اللي هي بتعمل داتيف واكوزاتيف. تمام. طيب الله، طب هنفهمها ازاي دي يا خالد؟ عشان دي محيرانا جدا جدا جدا. هتفهمها لنا ازاي النهارده؟ حاضر. طيب واحدة واحدة. انا اتخيل بقى ان المربع البنفسج ده قفص عصافير او قفص طيور. تمام. ودي حروف الجر المشتركة. دي حروف الجر المشتركة. كم حرف دول يا خالد؟ 9 حروف جر. حروف الجر الايه؟ المشتركة. طيب الطائر اللي جوه القفص ده انا بقول ايه فيه؟ يبقى انا هستخدم حرف الجر ايه؟ ان. يبقى الطائر ده موجود فيه داخل، يبقى ان معناها ايه؟ داخل حيز او في مكان مغلق. طب لو الطائر اللي فوق ده، والطائر ده جه فوق سطح القفص، هنقول ان الطائر ده موجود على سطح، يبقى استخدم حرف الجر ايه؟ اوف. استخدم حرف الجر ايه؟ اوف. طب اوف معناها ايه يا خالد؟ معناها على سطح. يبقى اي حاجة احطها على حاجة استخدم حرف الجر ايه يا خالد؟ اوف. طب لو الطائر فوق القفص مش ملامس للسطح، اقول ايه؟ ايبر. يبقى انا عندي دلوقتي ان معناها فيه، اوف معناها على سطح، ايبر معناها فوق او اعلى. طيب لو في طايرة اعلى او فوق نهر النيل، استخدم حرف الجر ايه؟ اوف ولا ايبر؟ انا سامع يوسف دلوقتي بيقول لي استخدم ايبر عشان الطيارة مش ملامسة للنهر. تمام. طيب لو الطائر ده خلف القفص هقول ايه؟ هنتر، لان هنتر معناها خلف. طيب لو هو بجوار او بجانب اقول ايه؟ نيبن. تمام. طب لو الطائر ملامس لأحد جوانب المكان أو الشيء أقول إيه؟ أنا تخيل كده لو معايا صورة علقها على الحيطة أقول لو أنا واقف على محطة الأتوبيس أقول لو أنا ساند على الحيطة أقول إيه؟ يعني مش هقول أوف ولا أقول إيه؟ يبقى الله ده الموضوع كبير أوي. لا مش كبير ولا حاجة، ده سهل جدا، بس ركزوا معايا وانتوا اتأكدوا دلوقتي ان هو موضوع سهل مش صعب. بعد الوصف التفصيلي لحروف الجر المشتركة، يبقى دلوقتي ان معناها في، اوف على سطح، يبقى معناها فوق او اعلى، هنتا معناها خلف، ان ملامس لاحد الجوانب. تمام. ونيبل معناها ايه؟ قلنا بجانب. طيب فوق معناها ايه؟ ان الشيء امام الشيء، يبقى فوق معناها ايه؟ امام. طيب ايه حكايه انت معناها اسفل. اهو الطائر اهو تحت المكان او تحت القفص او تحت الايه؟ السياره، تحت المكتب، اي القلم تحت المكتب اقول ايه؟ انت دي مش غايب. طب وتسيفيشن معناها ايه؟ الطائر موجود بين قفصين، يبقى ايه معناها تسيفيشن؟ معناها بين نخ ايمال. تاني انت بتشرح فيها يا خالد دلوقتي؟ انا بشرح في حاجه اسمها بغيبوزيتسيونن من داتيف اودا اكوزاتيف
ودي معناها حروف الجر المشتركة. ايه ده؟ في حروف جر مشتركة؟ يعني بتشترك بين الحالتين، مرة داتيف ومرة اكوزاتيف، وهنعرف دلوقتي امتى داتيف وامتى اكوزاتيف. وركزوا معايا، والشكل اللي قدامي ده بيجسد حالة اللوكالي بدويتو. يعني ايه لوكالي بدويتو؟ لوكال معناها مكان، وبدويتونج معناها معنى. يبقى المعنى المكاني لحروف الجر المشتركة اللي هم 9. noch einmal in في auf على سطح، über أعلى أو فوق، hinter خلف، an ملامس من أحد الجوانب، neben بجانب، zwischen بين، vor أمام، unter أسفل. unter يعني إيه؟ أسفل. تمام. أنا شايف ناس مركزة معايا وفرحانة إنها فهمت الموضوع. خش على التاني. نيجي بقى للمهم. إيه هو المهم؟ إمتى بغيبوزيسيون من داتيف وفان أكوزاتيف؟ إمتى؟ يعني إيه إمتى؟ فان داتيف فان أكوزاتيف. باسمال أو فنت وهو. ركزوا معايا جدا لأن الموضوع ده هيبقى النهارده einfacher. يعني إيه einfacher؟ هيبقى أسهل. طيب اكوزاتيف لو انا عندي فعل بيدل على الحركه، يعني انتقل من النقطه دي للنقطه دي، انتقل من المكان ده للمكان ده، دخل من السياره الى السينما، تحرك من كذا الى كذا، ذهب من الاقصر الى اسوان. هو ده مدلول الفعل اللي يدل الفعل الدال على الحركه. زي ايش. شايفين المثال ده؟ ايش جيه ان دين كلوب. انا اذهب الى النادي. طيب رايح فين؟ الى اين؟ فوهن. اسال فوهن يهستدو. الى اين انت تذهب؟ يبقى دي اول علامه من علامات اللي هي الاكوزاتيف، ان انا اطبق حاله الاكوزاتيف امتى؟ اسال بفوهن. واكيد يا خالد يا نجار يبقى في فعل دالا على الحركه. ليه؟ عشان انتقال من المكان ده للمكان ده، من المكان ده للمكان ده. طيب وفان داتيف الحركه او الفعل يدل على السكون. واسال عنه فو اين؟ هنا فوهن وهنا فو، هنا فوهن وهنا فو. طب ولما اسال بفو حرف الجر هيعمل ايه؟ داتيف. طب لما اسال بفوهن حرف الجر هيعمل اكو زاتيف. طب وايه الصف ده يا خالد اللي فوق ده؟ لا دي الادوات في النومينا تيف، يعني الاصليه، يعني العاديه اللي هي مولوده كده جايه كده. ولما تتحول الى اكوزاتيف الدير بتبقى دين، والدا ثابته، والدي ثابته، والدي ثابته. طب والداتيف الدير بتبقى دين، والداس بتبقى دين، والدي بتبقى دير، والدي الجمع بتبقى دين زائد ان في نهايه الايه؟ الاسم. يبقى فان داتيف لما يكون الفعل دالا على السكون واسال بفو. فان اكوزاتيف لما يكون الفعل دالا على الحركه، انتقال من نقطه الى نقطه، واسال عنه بايه؟ بفوهن. خلي بالنا فوهن في الباب ده وفو بمعنى اين. فوهن في الباب ده وفو في الباب ده بمعنى اين، يعني الاثنين بمعنى واحد في اللغه العربيه. فوهن بمعنى اين وفو بمعنى اين. تمام. مثال لفعل السكون ايش شبيلي. الله يا خالد ايش شبيلي؟ طب ما انا بتحرك. شبيلي يعني يلعب. طب ما انا بتحرك في حركه اهو. شبيلي رايح بالكوره. لا، شايف الرسمه دي؟ الحركه في داخل مكان معين اللي هو النادي، اللي هو الصاله، اللي هو المدرسه، لكن ما خرجش من المدرسه زي المكان ده. ما خرج من هنا ليه لهنا. افهم الحته دي، خلي بالك عشان مهمه جدا جدا. اديني مثال تاني يا خالد يدل على السكون وهو حركه. تراينيغن يعني يتدرب. ما هو رايح بدراعه يمين وشمال وبيجري، بس بيتدرب فين؟ في الصاله. بيتدرب فين؟ في النادي. اظن وضحت. ايش شبيلي ان كلوب؟ انا بلعب في النادي. طب اين تلعب؟ فو شبيلست دو. اين تلعب؟ بص اهو عملنا ايه؟ داتيف. ليه؟ عشان سالنا فو. هنا عملنا اكوزاتيف. كلوب اتحولت اداتها دير الى دين عشان ايه؟ فعل الحركه جيهن. فعل الحركه جيهن حركه.
عشان كده طبقنا الاكوزاتيف وسالنا فوهن. هنا طبقنا الداتيف وسالنا بايه؟ بفو. مثال لهنتا، زي هي stellt وضعت دي فازه الفازه هنتا دي تور خلف الباب، خلف الباب. هنتر هنا يا خالد يا نجار عملت ايه؟ عملت اكوزاتيف. تور اداتها دي ما اتغيرتش اهي، دي في الاكوزاتيف ما بتتغيرش، دي في الاوديو ما بتتغيرش. طب ايه اللي خلاها تبقى في الاكوزاتيف؟ فعل شتلن. شتلن يضع شيء له قاعده، يضع شيء له قاعده. واسال بيه هنا اين وضعت هي الفازه؟ فوهن شتلت زي دي فازه، فوهن شتلت زي دي فازه، هي وضعتها زي شتلت دي فازه او وضعت الفازه هنتا دي تور خلف الايه؟ الباب. طيب تعالوا هنتر هنا هيعمل داتيف. ايه اللي حصل؟ دي فازه شتيت، الفازه واقفه منتصبه موجوده قاعده، هنتا خلف ده تور. تور هنا اداته دير وتور هنا اداته دي. ليه دير هنا؟ ده هنا داتيف. طب ليه؟ عشان هنا شتيهن فعل ايه؟ يدل على السكون، موجود، موجود للاشياء التي لها قاعده، زي الفازه، زي الجلاس الكوبايه، زي شرايطيش المكتب، زي السوفه اللي هي الكنبه، اي حاجه ليها رجل، اي حاجه ليها قاعده نستخدم معاها فعل شتين بمعنى موجود، وفعل شتلن بمعنى ايه؟ يضعها. حرف الجر نيبن معناها بجانب. نجيب مثال نشوف. نيبن هيعمل هنا اكوزاتيف، نيبن هنا هيعمل داتيف. مثال ich gehe انا اذهب neben das Auto بجانب السيارة. اوتو اداتها داس ما اتغيرتش. ليه؟ عشان جه هنا حرف. طب اسال بايه؟ بفو؟ لا ناين فوهن، عشان هنا اكوزاتيف. فوهن جيست تدعو الى اين تذهب. نيبن هنا تعمل داتيف. اشتهي انا اقف. هنا ايه؟ اذهب، هنا ايه؟ اقف. اشتهي نيبن دم اوتو، انا اقف بجانب السياره. هنا اوتو تحولت للداتيف، الداس تحولت الى ديم. ليه؟ عشان اشتهن ده فعل دالا على السكون، يقف. والسؤال بيه يا خالد فو، اسال بايه؟ بفو. فو stehst du اين ايه؟ تقف انت. باس مال auf. خلي بالك معايا. بغيبزوسيون من الداتيف والداكوزاتيف. هنا الجزء ده عباره عن ايه؟ Bewegungsverben افعال الحركه، Zustandsverben افعال السكون. يعني ايه Bewegungsverben؟ افعال الحركه. Zustandsverben افعال السكون او الثبات. هنا في البيفيجون في الحركه هسال بفوهن، طبق على طول الاكوزاتيف، مالكش دعوه بحد، خليك في حالك. طب اديني يا خالد كده اهم افعال الحركه. حاضر. اللي هي يا خالد بتعمل اكوزاتيف. حاضر. اللي هي لو لقيتها هسال بفوهن. حاضر. ليجن بمعنى يضع الشيء وضع افقي اهي. لو مريض احطه على السرير اهو وضع افقي. لو كتاب احطه على المكتب وضع افقي. طب اشتلن هنشوف الفرق بينهم دلوقتي. اشتلن بمعناها يضع الشيء وضع راسي. زيتسن يجلس شخص، زيتسن يجلس شخص. شتكن يدخل شيء في شيء. هنجن يضع يعلق. هنجن يعلق شيء على حاجه. جيهن يذهب. كل ده يا خالد افعال الحركه اللي لو لقيتها حروف الجر الغيبوزيسيون اللي احنا شفناهم 9 حروف جر دول مع المكان او القفص هيتطبق على طول الاكوزاتيف. طب وتسال بايه؟ بفوهن. خلي بالك. باس مال اوف. هنا Zustandsverben افعال السكون اللي لو لقيتها هطبق حاله الداتيف مع حروف الجر التسعه اللي احنا خدناهم دلوقتي. طب معناهم ايه يا خالد؟ ليجن يرقد، يرقد، يقع، موجود للاشياء الافقيه التي ليس لها قاعده. بوخ كتاب، هفت كراسه. شتيهن موجود، واقف، يقف.
sitzen يجلس للاشخاص بالاي، هنا بالاي. sitzen بالاي، هنا بالاي. اللي بالايه اكوزاتيف حركه، واللي بالاي ضعيف سكون. اشتكن موجود، اي حاجه تبقى جوه حاجه موجود. das Geld steckt in meiner Tasche، الفلوس موجوده في جيبي. steckt، das Geld steckt، das Geld steckt، الفلوس موجوده. hängen معلق، das Bild hängt an der Wand، الصورة معلقة على الحائط. فيرب sein بقى طبعا المشهور أو معناه إيه؟ يكون. يبقى دي أفعال الحركة، أفعال السكون، طبق معاها الداتيف واسأل عليها فو. دي أفعال الحركة، طبق معاها الأكوزاتيف واسأل معاها بفو. آخر حاجة بقى إيه الفرق بين شتلن وليجن؟ شتلن أضع شيء وضع رأسي. أي حاجة لها قاعدة نفتكر على طول الشرايبتش، السرير، البت، الشتول، الكرسي. اي حاجه احركها اضعها في اي مكان على طول استخدم فعل شتلن. ليجن بمعنى بقى يضع افقي. بوخ معناه ايه؟ بوخ كتاب. اقول ich lege das Buch auf den Tisch. aber ولكن ich stelle das Glas auf den Tisch. جلاس عشان ليها قاعدة معناها كوباية، وبوخ معناها كتاب ليس له ايه قاعدة. تمام. اتمنى تكونوا فهمتوا الحلقة الجميلة دي اللي هي خاصة بحروف الجر المشتركة، وان شاء الله ليها جزء تاني نشرحه بعدين. وما تنسوش تعملوا منشن لاصحابكم عشان في ناس كتير عايزة الموضوع ده، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.